محدش طلب مني، انا جبت البضاعه ومحدش طلب مني، اعمل ايه؟ اسمع كلمه الفاليو يا اختي. طب السلام عليكم، انا اطبق الكلام ده ازاي؟ انا مش عملت التليفون ده طيران، هتفهميها بس استهدي بالله وصلي على النبي. الماركتينج، التسويق يا سيدي، سموها زي ما تسموها. من غير اي مقدمات، احنا جايين النهارده نستغل الفتره دي بما انها اكتر فتره بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى قادره تنقل الشغل بتاعنا من البوزيشن او الوضع ده للبوزيشن اعلى منه كتير. قبل اي حاجه احنا محتاجين نتفق ان الكورس ده عملي، بمعنى احنا هنطبق، يعني مش هنسمع من هنا ونطلع من هنا. فاحنا محتاجين ورقه وقلم، مش شكليات، لا، علشان احنا هناخد تاسكس اثناء التاسكس، مجموعه من المهام يعني اثناء الشرح، ومن ثم هنطبقه، ومن ثم ننتقل للمرحله اللي بعدها. من هنا بقى انا محتاجه اسالكم سؤال: عمرك سمعت عن دكتور قرر يبقى دكتور من غير ما يدخل ثانويه عامه او حتى يعدي على كليه الطب؟ اكيد لا. حلو، محتاجين بقى نقف هنا شويه، عشان انا بلاقي الناس بتسالني اسئله غريبه. هو انا عايز افتح اونلاين بيزنس او عايز اعمل بيج على انستجرام، بس مش عايزه انزل محتوى، هو ده ينفع؟ طب الناس هتعرف فيك ازاي؟ الناس هتعرف الحاجه اللي انت بتعمليها ازاي؟ طيب زي الفل، لحد هنا متفقين. مفيش دكتور بيقرر يبقى دكتور من غير ما يدخل ثانويه عامه ويدخل كليه الطب. ازاي احنا هنكون اونلاين بيزنس او عندنا اونلاين بيزنس ومش عايزين نعمل كونتنت او مش عايزين نعمل محتوى؟ عشان الناس بتفاصل بقى معايا في النقطه دي. لحد هنا وستوب يا جماعه. انا دلوقتي، انت عندك المج ده، انت عندك المج ده بتقدمه، انا كآية هعرف ازاي؟ انا كآية وانا قاعده في بيتنا، وانت كمثلا منا قاعده في بيتكم، الناس هتعرف ازاي ان انت عندك الحاجه دي بتقدميها؟ عن طريق التسويق. حلو، لحد هنا كده مسكنا الدنيا مع بعض. طيب التسويق ده هيتم ازاي؟ انا عايزاكم بقى تبروزوا له الحته دي كده عن طريق الانتشار. انا محتاج انتشر، اتغلغل كده في الجو، اتوزع في الجو، عشان الناس تبتدي تعرفني، عشان الناس تبتدي تقول عني ايوه ايه دي عندها براند بتقدم الماتيريالز بتاعت الهاند ميد اكسسوارز وبتعمل كذا، وبتعلم الناس ازاي يعملوا الاونلاين بيزنس بتاعهم. صح؟ انا انتشرت، هو ده اللي انا عرفته او سمعته في ودان الناس عني. هو ده بالظبط اللي انت محتاجه تعمليه. بس اوعى حد يعمل لك عقده نفسيه، اوعى حد يجيب لك احباط، اوعى حد يعمل لك بقى غوغائيه عن الماركتينج او التسويق ان هو شيء في منتهى الصعوبه. لا، هو احنا الاول بنتوكل على الله وبننوي كده النيه، يا رب احنا قاصدين خير، بنعمل حاجه خير، بنعمل حاجه حلال، تمام، وبنتوجه كده وبنكمل. بنبتدي ان احنا نعرف الناس: يا جماعه انا عندي المج ده، انا ببيع المج ده، انا عندي الطرحه دي، انا عندي التيشيرت ده، ايا يكن المجال اللي انتوا شغالين فيه. امسك لي حته الانتشار وابتدي بروزها لي علشان ابتدي اقول لك هنعمل ايه. احنا هنسيب مصطلحات الناس بتوع الماركتينج واداره الاعمال، هنركنها على جنب، واحنا قاعدين هنا كده بندردش مع بعض. احنا دلوقتي اتكلمنا في نقطه الانتشار. عشان اقدر اعمل انتشار ليا وللبراند بتاعي، انا لازم اركز على 3 محاور رئيسيه. ال3 محاور الرئيسيه دول لو ركزت عليهم فانا قطعت شوط كبير قوي، نطيت نص السلم، وده هيساعدني بشكل كويس جدا. طيب ايه هم ال3 محاور الرئيسيه دول يا آية؟ ال3 محاور الرئيسيه دول، اول حاجه منهم، اول حاجه القيمه اللي هي الفاليو. الناس لما بتسمع كلمه الفاليو يا اختي، طب السلام عليكم، انا يا جماعه الفاليو او القيمه لا تعني ان احنا هنطلع المريخ نجيب للناس حاجه ونقول لهم اتفضلوا الحاجه الخزعبليه الجامده الفظيعه اللي ما حصلتش احنا هنبتدي نشتغل فيها. لا، الفاليو خلاف كده تماما. مثلا مش على سبيل الحصر، ان انا بعلم الناس ازاي تقدر تعمل الاونلاين بيزنس بتاعها، ده الفاليو اللي انا بقدمه. انت ممكن يكون الفاليو بتاعك او القيمه بتاعتك في الشكل التغليف بتاعك. بس يا جماعه القيمه ان الناس تكون حاسه ان انت عندك حاجه مختلفه ولكن مش خزعبليه. احنا كده بروزنا حاجتين. الحاجه الاولى الانتشار، لازم اكون قاعده كده فاهمه ان انا محتاجه انتشر، محتاجه اتغلغل في الجو عشان الناس تبتدي تسمع عني. انا واحده دلوقتي قاعده هنا، الناس اللي في اسوان بتكلمني: آية اشحن لنا الحاجه الفلانيه. الناس اللي في اسوان عرفت آية ازاي؟ فل عن طريق الانتشار، عن طريق الكونتنت، عن طريق ان انا قدرت اوصل نفسي، اعرف نفسي، اماركت لنفسي، اسوق لنفسي، كل دي مسميات للناس اللي قاعده هناك في اخر بلاد المسلمين، للناس اللي قاعده في شرق المدينه، والناس اللي قاعده في غرب المدينه، والناس اللي قاعده في الصعيد، والناس اللي قاعده في بحري. انا قدرت اوصل نفسي عن طريق ان انا. طيب اول حاجه نركز عليها القيمه. كل ما كان ان انا بقدم حاجه كويسه، بصورها بشكل مختلف. هديكم مثال مختلف عني تماما علشان ما تحطوش فيرا تبكل كده قدامكم. يعني انا قطعت منكم في الحته دي. مثلا
انا حد بيبيع هاند ميد اكسسوارز، مش انا، حد تاني، وليكن واحده اسمها نورهان بتبيع الهاند ميد اكسسوارز، فله جدا. طيب ايه هي الفاليو اللي ممكن تقدمها؟ ان هي حد يفهم في الفاشن، بتعرف تلبس، بتعرف تنسق الالوان على بعضها، فهتقدم قيمه للبنات. انا لابسه الاوتفيت ده اهو، ازاي البس الاكسسوارز عليه، ادي الخاتم بتاعي، ادي الخاتم التاني، ادي السلسله، وهكذا. ده الفاليو اللي نورهان قدمته، ان هي قدرت توصل للناس ازاي تقدري تعملي ستايلينج للحاجه بتاعتك. ده الفاليو اللي هي قدمتها. جت اماني قالت لا انا والله انا لا ليا في فاشن ولا ليا في موضه ولا عايزه اظهر اصلا بوشي اساسا. هتظهر بصوتها، هتعمل بناء علامه تجاريه سوري عن طريق صوتها. يعني انتوا خلاص اتعودتوا على صوت آية، مع ان في آية ومنة وفلانة وعلانة وترتانة شغالين في البراند، بس انتوا اتعودتوا على صوت آية. هل اول ما بتسمعوا كده تعالوا نحضر اوردر فلان خلاص هو اتبان عندكم؟ فدي الفاليو. اوعي يخيل اليكي او حد يقول لك ان انت عشان تعملي قيمه انت لازم هتروحي المريخ تجيبي حاجه، لا. ان انا بقدم قيمه يعني انا قادره اتميز عن غيري، او بعمل حاجه زي غيري بس قادره اتميز في حاجه تانية، الا وهي القيمه. يبقى احنا كده عشان ما نسقطش الدنيا من بعض، احنا بنتكلم في تحت بند الانتشار. عشان انتشر انا همسك 3 محاور رئيسيه خدنا منهم القيمه. هنبتدي نتكلم عن النقطه الثانيه في الانتشار الا وهي المصداقيه. ونقف هنا بقى يا جماعه، بليز نقف هنا، علشان انا بيجي لنا كميه، انا مش الطبيعي انا اللي برد على المسجات، بس بيتعرض عليا الشكل العام اللي في المسجات. يا جماعه انا كحد جاي يشتري منك، انا مش عبيطه، انا عارفه ايه شغلك وعارفه ايه اللي انت مصوراه وعارفه الحقيقي وعارفه اللي مش الحقيقي. يا جماعه ما عادش في حد يضحك عليه دلوقتي. احنا زمان الاونلاين اول ما بدا كان ممكن تاخدي صوره كوبي والناس تروح لها، احنا مش كده. والنقطه اللي انا جايه اتكلم فيها بخلاف ده كله، انا المصداقيه عندي، انا واحده بعامل مين؟ بعامل ربنا سبحانه وتعالى. فانا بسعى وبجتهد تمام الاجتهاد ان انا اوصل الحاجه بكامل المصداقيه. انا مش جايه اخدع حد. مش معنى ان انا حد كلمني قالوا يا ايه انا عايزه الاوردر الفلاني يبقى انا كده خلاص انا وصلت لبر الامان. لا، احنا عندنا قاعده في التسويق بتقول ان الاهم من ان العميل ياخد منك ان العميل يجي تاني، ومش بس يجي تاني، يقترحك على تاني وتالت. يا فلانه يا صاحبتي انا جبت اوردر حلو قوي، الخامه بتاعته تحفه، ما غيرتش لون، مش عارفه ايه الكلام ده كله، اقترحتك على غيرها. فالمصداقيه نقطه اوسع من ان احنا نتكلم فيها، بس ممكن نلمها كده تحت بند ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. فانا بعمل ربنا. دي نقطه تانية. كل ما كان عندك مصداقيه كل ما ده هيساعدك على الانتشار. انا بشارك مميزاتي وبشارك عيوبي، بشارك مشاكلي، بشارك الحاجات الحلوه اللي انا انجزتها، بشارك التقدم، بشارك التاخر، بشارك نكدي اللي بيجي عليا كل اسبوعين 3 على الشغل، بقوم قلبه الشغل على اللي فيه انا مش شغاله. كل ده انا بشاركه. ليه؟ عشان اعمل مصداقيه عند الناس عايزه تشوف حاجه، مش عايزه تشوف ريبوت، هي عايزه تشوف بني ادم، عايزه تشوف حد قاعد بيتكلم ان هو بني ادم. عشان الناس زهقت من روبوتات، الناس شبعت روبوتات. لا، انا عايزه اتعامل مع انسان حقيقي. فده بيولد مصداقيه. يبقى كل ما كنت قدرت اقدم قيمه، كل ما قدرت اولد مصداقيه، كل ما ساعدت اكتر في انتشاري. علشان لو انتشرت، لو تغلغلت في الجو، خليكم فاكرينها، الناس هتعرف ان انا عندي المج ده وقاعده ببيعه. حلو. طيب النقطه الثالثه هتكون ايه علشان انتشر؟ احنا مسكنا 3 محاور رئيسيه، اياك واحده تسقط واحده منهم. النقطه الثالثه هي بقى اللي هتنقلنا بقى في السلمه، هي اللي هتعلي معانا الاداء. بصوا يا جماعه، الا وهو المحتوى الحقيقي. الناس قالت لي خلاص يا ايه انا قدمت قيمه وجبت البضاعه بتاعتي وكنت صادق، وفعلا فعلا فعلا القلم ده انا ببيعه زي ما كتبت الوصف بتاعه وزي ما صورته، والله العظيم هو القلم ده اللي انا هبيعه. طيب ليه ما بعتش؟ علشان مفيش محتوى حقيقي. يعني ايه؟ يعني ايه محتوى حقيقي؟ انا عايزاكي تاخدي كده البرواز ده، انا كده طلعت لك بروازين وده التالت، علشان الحاجات دي قواعد لو استوعبتيها كويس هتقدري تمشي. يا جماعه كل ما كان المحتوى حقيقي بنسبه 100%، كل ما كان معدل انتشارك، معدل نجاحك، بلاش كلمه انتشارك عشان ما تحسوش ان انا بقول مصطلحات مكلكعه، كل ما كان معدل نجاحك اسرع واصدق وامتن. قاعده كده راميه كده جذورك في الارض محدش يقدر يشيلك. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي انا كآية لو لا قدر الله حصل اي حاجه للبراند بتاعي هعيده تاني. حافظه الطريق، ده اللي عايزه اوصله لك، ان انا حافظه الطريق، انا مشيته كله، مش نطيت
مش سرقت محتوى غيري، مش عملت حاجه تانية. في فرق ما بين الاستنباط. عايزه اقول لكم والله العظيم انا بتعلم من ناس عملاء عندي، انا بتعلم منهم وباخد منهم افكار وبطبقها. هل ده يمنع؟ لا، كلنا بنتعلم من كلنا، بس المهم ان انا اقدم المحتوى الحقيقي. لو انت عملتي الحاجات اللي فاتت دي كلها وصورتي وكنتي صادقه مع الناس وتردي على رسائل وعملتي كل حاجه، يبقى انت واقفه عند نقطه المحتوى الحقيقي. يا جماعه في ناس حرفيا، في ناس انا بشوف الكومنتات مبدئيا بنفسي، تمام؟ الناس بتقول لي بقى ايه، يا لهوي ده انا بجد تعبت، عملت محتوى فظيع، عملت محتوى كتير قوي ومش عارفه ايه. بقول هخش اشوف يمكن اقدم حاجه لله، اقول كلمه بما يرضي الله فاقدر افيدها. ادخل على القناه الاقيها ماسكه الموبايل، تمام، وبتصور ايديها مهزوزه، تمام. مفيش اي قط في الموضوع. يا جماعه في حاجه اسمها مونتاج بنتعلمه، في كذا مرحله او كذا ادوات بنستخدمها علشان نبتدي نعدي بالمرحله دي. اوعوا تكونوا متخيلين ان الفيديو ان احنا بنمسك الموبايل ويلا هوب ادي الصوره، يلا هوب ادي الفيديو، يلا هوب احنا نجحنا. محدش بيعمل كده، لازم بنتعلم مونتاج. يا جماعه والله العظيم الناس زمان كانت عشان تتعلم مونتاج كانت بتقعد متنيه كده على اللابتوب. دلوقتي البرامج المونتاج سهله جدا على التليفون وكلنا بنستخدمها بكل سهوله، مش الشيء المعضله. المحتوى الحقيقي بيشمل مجموعه من العناصر اللي انتوا شايفينها قدامكم دي كلها. كل دي عناصر المفروض يعدي عليها المحتوى الحقيقي. اوعي تتخيلي ان انت لمجرد ما هتمسكي التليفون انت كده عديتي على مرحله المحتوى الحقيقي. يلا بقى يا فتحي على امي رزاق كريم ما جالناش اوردرات. يا جماعه الصبر. الناس بتبقى عايزه تجيب مني انا الخامات من هنا، الو اكيدنا بديبوزيت، يلا الخامات هتجيلها النهارده، يلا احنا ننجح بكره. مفيش حاجه، ما كانش حد غلب، الدنيا مش كده. يعني انتي ابدأي خدي الدنيا واحده واحده، اعملي اللي عليكي وتأكدي تمام اليقين ان انتي فعلا عمرك ما هتعملي اللي عليكي وعمرك ما هتسعي بالشكل الصحيح. بالشكل الصحيح. يعني في ناس بتبقى بتحرق، في فرق ما بين ان انتي بتسعي وان انتي بتحرقي. في ناس بتحرق ان انتي تحطي على ميوزك، ان انتي مش عارفه تاخدي مش عارفه ايه وتاخدي صور غيرك، كل ده حرق، كل ده مصيره الى اللا شيء. باكد واللهم بلغت اللهم بفشهد. في فرق ما بين الحرق وفي فرق ما بين السعي. في حد بيسعى والله العظيم يا جماعه، انا شفت ناس كانوا بدأوا حرفيا من الصفر من 3 شهور او 4 شهور وعملوا عملية فوكس، عملوا عملية تركيز على نفسهم ان هو احنا فعلا هنسعى وهنجتهد وهنتعلم، علشان احنا مش عايزين نتعلم، احنا الحاجة عايزينها تجيلنا على طبق كده. اي اصوات متطايرة انا هحاول الغيها في المونتاج، بس انا مش هقدر اسكت الناس اللي بره. متفقين يا جماعة؟ بلاش تحرقوا على الفاضي، اوعي تكوني الشخص اللي بيحرق على الفاضي. في فرق ما بين السعي للمرة الرابعة بهري فيها اهو، في فرق ما بين السعي والحرق. اتعلمي علشان تكوني ماشية تحت بند السعي، ما تطنشيش بقى اللي هو يلا انا هعمل اي حاجه وكده كده يعني ما الدنيا سهله وكده كده ما احنا هننجح. خليكي فاكره المثل اللي انا ضربته لك في الاول، مفيش دكتور بيطلع دكتور من غير ما يعدي على كليه الطب. فاكيد انت مش هتكوني صاحبه اونلاين بيزنس، واحده عندك براند، واحده ليكي اسمك وانت ما اتعلمتيش حاجه، ما اتعلمتيش الف ب اساسيات المونتاج، ماسكه التليفون عمال يرعش منك. ثبتيه يا ستي على اي حاجه، البتاعه دي ب5 جنيه حرفيا ب5 جنيه، ثبتيه عليها. هقول لك هاتي بكره لزق اهي، ثبتي عليها الموبايل من هنا كده، ثبتيه على اي حاجه، حطيه في كوبايه، هاتي اكبر كوبايه عندك وثبتي عليه، اعملي اعلى ما بدالك، اعملي اي حاجه بس طلعي محتوى كويس. ايه ده طولش قوي، كل ده رغي، اختصري. حاجه نستفاد، عشان والله لو حد جه سالني السؤال ده تاني اسوق لنفسي ازاي، اسوق شغلي ازاي، مش متكلمه تاني. انا تقريبا مخلياكم مستنيين بقالكم 8 شهور او 10 شهور عشان اطلع اقول الكلمتين دول، والحمد لله ما صدقت قلتهم، فانا استفاد منهم. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن محور اساسي الا وهو الانتشار. حد يقول لي هو انا لازم انتشر؟ ايوه لازم انتشر، عشان الناس مش هتعرفني غير لما ابتدي انتشر. وعشان انتشر انا براجع علشان الناس تفتكر، عشان انتشر لازم همسك ال3 محاور رئيسيه اللي هم ايه دول. فله. نيجي بقى للسؤال الاهم، اسوق لشغلي فين وازاي؟ علشان فين غير ازاي، ده سؤال في غايه الاهميه. لو فهمناه كويس فاحنا كده طلعنا بقى بالايه،
بالمفيد من الكلام، ونبتدي نتوكل على الله ونشتغل. وعدكم وعد وانا قد وعدي. لو فهمنا النقطه دي بجد صح، اعدكم ان انتوا هتنتقلوا في حته تانية خالص. ايه الفرق ما بين اسوق فين وابيع فين؟ عشان اقدر اجاوب نفسي على السؤال ده انا لازم افهم حاجتين: قنوات البيع وقنوات التسويق. ايه الفرق ما بينهم؟ قنوات البيع هي الاماكن اللي انا هبيع فيها بجد والله. بصوا يا جماعه، ابيع فين؟ في 100,000 حته ممكن تبيعي فيها. ايه 100,000 حته؟ طب انا مش لاقي حته واحده، اروح فين؟ قنوات البيع دي لو هنشتغل اونلاين فاحنا عندنا حاجات كتيره قوي. بمعنى انا ممكن ابيع على امازون، ممكن ابيع على نون.كوم، ممكن ابيع على اي سوق من الاسواق دي. ثانيه واحده، هي الحاجات اللي معروضه على امازون مش امازون نفسها اللي بتبيعها؟ امازون ده سوق، تمام؟ الحاج عبد الرحمن عنده سوق، عنده وكاله كده اي حاجه، تمام؟ عنده محل بقاله كبير قوي، سنتر كبير، ففتح سوبر ماركت لفلانه وفتح سوبر ماركت لعلانه وفتح هناك وفتح هنا، والناس بتيجي تأجر منه المكان عشان تبيع فيه. فهمناها؟ تمام. يعني الناس اللي انت قاعده او المنتجات اللي انت قاعده بتشوفيها على نون.كوم، امازون، سوق.كوم، الحاجات دي كلها ما هي الا اسواق الكترونيه زيها زي السوق اللي انت بتنزليه فيه اكتر من تاجر، يعني انت ممكن تكوني منهم. تمام؟ دي احدى امثله مبسطه خالص على الاماكن اللي احنا بنبيع فيها او قنوات البيع. ممكن تعملي ويب سايت خاص بيكي، بس هنا بقى تدفعي، عشان لازم نكون فاهمين ان انا علشان ابيع المنتج بتاعي انا عندي 100,000 حاجه. ايوه سمعتي، كنت بتقولي 100,000 حاجه، ايه هم تاني؟ انا ممكن ابيع انستجرام، ان فيسبوك، ان تيك توك، ان يوتيوب. ممكن اعمل ويب سايت خاص بيا، وانا عايزه اتكلم في الحته دي شويه. يا جماعه انت عشان تعملي ويب سايت او موقع الكتروني خاص بيكي فالموضوع مكلف شويه، بس اكيد ليه مجموعه من المميزات، بس انا مش هتطرق ليها علشان دي قضيه تانية. انا جاي اوضح لك ان في 100,000 قناه للبيع، ومش هتطرق فيها كتير علشان احنا هنا بنتكلم على نقطه الماركتينج، مش بنتكلم عن البيع، علشان ما ندخلش الدنيا في بعضها، علشان دي حاجه ودي حاجه. فوكسي الاول او ركزي الاول على نقطه التسويق، وبعدين كده نتكلم في نقطه منفصله خالص عن البيع. طيب يا ست، سبتيني من البيع، اسوق فين؟ ما انت لازم تعرفي تسوقي علشان تعرفي تبيعي، انت فاهماني؟ يعني كانوا دايما يقولوا لنا التسويق هو اكسجين الشركه عشان تتنفس. يعني هل يخيل اليك ان انسان مش بيتنفس اكيد هيموت؟ فهو كذلك شغلك، التسويق هو الاكسجين بتاع شغلك. لو شغلك ما تنفسش، لو ما تسوقلوش، هو هيقع، هيموت، مش هيكمل معاكي، هيهبط. فانت لازم تتعلمي ان انت تسوقي. فالستبس الصغيره دي هي اللي هتعلمك الدنيا. طيب ايه هي القنوات التسويقيه يا ايه؟ اسوق ازاي وفين؟ تعالي لي بقى هنا. القنوات التسويقيه اللي مطلعه عينينا، اللي مفرجه علينا الناس، هنقسمها لقسمين: ما هو مجاني وما هو مدفوع، عشان ناخد نبذه مختصره كده عن المدفوع عشان نكون فاهمينه وعارفين هو عباره عن ايه. جماعه التسويق المدفوع عباره عن نقاط كتير قوي، هنذكر منها ان انت تاخدي الحاجه بتاعتك توديها مثلا سي لبلوجر وتقولي لها ممكن تسوقي لي الحاجه دي، فده انت دفعتي فلوس، تمام؟ ده مش مجاني. او ان انت تعملي اعلان ممول على الفيسبوك او الانستجرام او التيك توك او اي منصه من منصات التواصل الاجتماعي وغير الاجتماعي، بس بتدفعي لها فلوس، تمام؟ احنا مش عايزين ده، عشان احنا عايزين حاجه مجانيه. طيب تعالوا نتكلم في القنوات التسويقيه المجانيه. هنعمل ايه بنسبه 100%؟ وعد بنسبه 100%. التسويق بالمحتوى. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا قاعد بوري الناس الحاجه اللي انا بعملها عن طريق المحتوى. احنا كده بنعيد الكلام تاني يا ايه؟ لا مش بنعيده، احنا هنتكلم في نقطه تانية خالص. تعالوا نمسك المحور ده من اساسه. احنا الا وهو مجاني، تمام؟ هنقسم عليه قسمين: مميزات وعيوب، علشان مفيش حاجه كامله، ما دايما ما كامله لوجه الله سبحانه وتعالى، الكمال لله. فاحنا لازم نكون عارفين ان انا عندي مميزات وعندي عيوب في اي حاجه في الدنيا. بحلها ازاي المشكله دي؟ عن طريق ان انا بفاضل ما بينهم. ايه هي المميزات اللي هتنقل بيا او هتاخدني لمستوى اعلى فانا باخدها، وايه العيوب اللي انا مش هقدر استحملها او هتسبب لي ضرر فانا بكنسلها. دي قاعده باخدها، نكتبها كده. طيب انا دلوقتي واحده عندي قدره ماليه او عندي بدء المشروع براس مال كبير جدا لدرجه ان انا هقدر اعمل تسويق مدفوع. ما اعملوش؟ لا طبعا، اكيد تعملي السوق المدفوع. بس هي الفكره انا فين، انا حددت البوزيشن بتاعي، انا واقفه في انهي نقطه، انا عندي خط سير طويل قوي كده، انا واقفه على انهي نقطه فيهم، عشان بناء عليها انا لو حددت الموقع بتاعي انا هعرف اتحرك.
انتوا فاهميني؟ ايه هو مميزاته علشان نقدر نختاره او نرفضه؟ ايه هي المميزات؟ ان هو بنسبة مليون في المية ما بتدفعيش اي حاجة غير باقة النت. انت كده كده اساسا بتجدديها، يعني انت كده كده عاملة باقة النت عمالة بتقلبي عليها، فهو تابع لباقة النت اللي تقريبا يعني ما بتكملش حاجة، تقريبا 200 جنيه 300 جنيه، فالموضوع بيس قوي معاك. تاني ميزة ان هو بيبني مصداقية جبارة. ليه؟ معظمنا ما بقيناش نصدق البلوجرز. هي هتقولك على اي حاجة في الدنيا حلوة، هتجيب لك اي حاجة مرمية في الشارع هتقولك بصوا يا جماعة انا جبت الحاجة الجامدة. ليه؟ الناس اصبحت شايفة كل حاجة هم بيعملوها عشان عارفة ان هو ده اعلان ممول او ده اعلان مدفوع او ده هم قابضينه، ده شغلهم، ما عندناش مشكلة، مش دي القضية اللي احنا جايين نتكلم فيها. القضية اللي احنا بنتكلم فيها ان هو حاجتك وانت قاعدة بتسوقي لها كده لنفسك كده، حاطة حاجتك هنا كده وبتسوقيها لها، بتبني مصداقية، بتخلي الناس تصدقك انت اضعاف مئات المرات من ان انت تروحي تديها لحد تاني يسوقها لك. وده كل يعني في 2024 و 2025 البيزنس اونرز اللي اتكلموا عن نفسهم بجد بنوا مصداقيه فظيعه، والناس كلها كانت مصدقاهم، وعليوا قدروا ان هم يحققوا اماكن بسبب اللي هو قاعدين بصوا يا جماعه انا بعمل ايه، سوقته، اشتريته، غلفته، رحنا جينا، انا قاعده بحكي القصه اللي بتحصل. انتوا فاهميني؟ زي ما مسكنا نقطه مميزات اكيد عندنا عيوب. ده مش معناه ان هو جميل وانا قاعده بحليه وبقول لك ان هو كحكه بسكر، لا هو ليه عيوب طبعا. عيوبه اول حاجه ان هو بطيء جدا، نتائجه بطيئه ومنهمه. انا بقول لك الكلمه دي عشان اطمئن قلبك، يعني انا محتاجه اعمل عمليه طمانينه لقلبك ان هو انا بقالي 3 شهور، بقالي 6 شهور، طبيعي، انت لسه في الرينج الطبيعي، انت ما خرجتيش عن الرينج الطبيعي. هو ده المتوسط الطبيعي بتاعه، ان هو دايما بيتراوح من 3 شهور ل6 شهور، ممكن سنه، ممكن سنه ونص، عادي، احنا قاعدين ما عندناش حاجه، قاعدين بنسعى. فهو ده المتوسط الطبيعي بتاعه. هو زي ما هو مجاني دي مميزات، زي ما هو بطيء. طيب في حاجات بتضرب، في حاجات بتفايرل، تمام، بس مش ده القاعده الاساسيه، دي قاعده شاذه، يعني مش دايما، مش دي الثوابت. ممكن تحصل معاكي انت ونصيبك، ربك كريم بيوزع ارزاق، فاهمه؟ فدي حاجه بتاعتك انت او حاجه ما بينك وما بين اللي خلقك، بس هو الطبيعي بتاعه، المتوسط الطبيعي بتاعه ان هو بطيء. انا فاهمه ومستوعبه ومدركه ان احنا لما بنيجي ندخل في شرح جديد او مجال خارج المجال او خارج التخصص بتاعنا، احنا فهمنا واستوعبنا وحفظنا، بس هبقى اعمل ايه؟ اطبق الكلام ده ازاي؟ عن طريق ان احنا لازم نحط لنفسنا تاسك. يعني ايه؟ او نحط لنفسنا مهمه، او نحط لنفسنا جدول كده. انا محتاجه اعمل ايه؟ محتاجه اجيب الورقه بتاعتي والقلم بتاعي وابتدي اقول انا مثلا انا معايا الفتره دي، انا خلاص فهمت ان انا لازم هسوق، لازم هقدم قيمه، لازم هيبقى عندي مصداقيه، لازم هتعلم كل المكونات دي كلها، الليله دي كلها لازم هبتدي اخد نبذه مختصره عنها عشان اكون عندي من باب العلم بالشيء، عشان ابتدي اطبق، عشان ابتدي اشتغل، عشان يوم ما اقدم كونتنت اقدم حاجه متعوب عليها. مش لازم متعوب عليها ان انا يكون معايا احدث معدات والكلام ده كله، لا يعني عادي، بس انا باخد على الاقل نبذه مختصره عنها عشان اكون فاهمه واصل الموضوع. فانا بحط لنفسي تاسك مثلا كلنا هننفذ المهمه دي واعتبروه واجب بيتحل، مش هينفع نروح الحصه اللي بعدها على لما نحل الواجب ده، تمام؟ فاحنا محتاجين نعمل جدول. انا مثلا الشهر ده هستغله ازاي؟ احنا دلوقتي في شعبان، تمام، يعني فاضل شهر على رمضان، فانا هستغله ازاي؟ عن طريق مثلا ان انا هنزل فيديو كل يوم، هنزل ريفيوهات بتاعت الناس اللي طلبت مني، او هعمل انا ريفيوهات بنفسي، عشان انا مش عايزه فكره ان انت ايديكي طول الوقت مقيده، يعني اللي هو انت ربنا خلق لك عقل فكري بيه. انا محدش طلب مني، انا جبت البضاعه ومحدش طلب مني، اعمل ايه؟ طلعي الحاجه وتكلمي بصيغه تعالى اقول لك لو طلبتي ايه اللي ممكن يحصل، طب تعالى اقول لك الحاجه دي لو خدتيها تبقى ازاي، بالتوازي هما الاثنين مع بعض. ما اقعدش احط ايدي على خدي، ما اقعدش استنى لحد ما اتعلم كل ده وبعدين ابدا، لا، بالتوازي هما الاثنين ماشيين بنفس السوا، بنفس الطريقه، اللي هو انا قاعده بتعلم وقاعده بقدم، ان انا بتعلم الحاجات اللي انا اقدر اصمم بيها ده كله. بس هي دي القصه، هي دي الليله. معنا تاسك، معنا واجب يتحل، مش اقل من 30 فيديو، مش اقل، ان ما كانش اكتر، مش هقبل اقل من 30 فيديو يكون موجود على المنصه بتاعتك، تمام؟ وانا هعمل زي فلتره
هختار 10، الله اعلى واعلم، ممكن يكونوا اكتر ممكن يكونوا اقل، هختار 10 اعملهم تقييم. يعني ايه تقييم؟ ده مش معناه ان انا بقولك ان انت وحشه او عملتي حاجه غلط او هضربك، احنا مش في مدرسه، احنا بنتعلم، تمام؟ هنعمل تقييم نشوف مين اللي قدر يستوعب المعلومه بشكل صحيح، وايه الاخطاء اللي وقعنا فيها. ما احنا لازم نقع في اخطاء، ده طبيعي، كلنا هنقع في اخطاء، علشان لازم نفهمها ولازم نستوعبها علشان نبتدي نصلحها، عشان لما نصلحها ننتقل للمرحله اللي بعديها. الكلام اعتقد واضح. فهنعمل 30 فيديو بنتكلم فيه عن الكونتنت بتاعنا باشكال مختلفه. ما عنديش افكار، استنبطي، خلي فيه عمليه استنباط، خلي فيه عمليه الهام. انا مش عارفه انا بقولها صح ولا لا. شوفي غيرك عمل ايه واعملي زيه بطريقتك، مش تقلدي، مش تاخدي كوبي بيست، ادي كوبي اهو رحت بستته هناك، لا، انا بعمل بطريقتي، بقتبس، بشوف لما الجماعه دول بداوا من سنه كانوا بيعملوا ايه علشان ابتدي اعمل زيهم، وابتدي اعمل زيهم، وانا هبتدي اقيمك، اقول لك انت وقعتي في نقطه ايه وتاخدي كام من 10.